السلام عليكم يا جماعة. أنا عبدو. في الفيديو هذا راح أتكلم عن أفضل 3 ألعاب الرعب على الهاتف. كل واحدة منهم تخليك تعيش تجربة مختلفة تماماً عن الثانية، والمميز إنه كل الألعاب مجانية بدون إنترنت وتشتغل حتى على الأجهزة الضعيفة قبل. لا نبدأ. لا تنسى الصلاة على النبي في التعليقات، الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك علشان أجيب لكم الجزء الثاني من ألعاب الرعب. ويلا نبدأ. أول لعبة، اللعبة الأولى آيز. اللعبة هذه تعتبر من أقدم ألعاب الرعب على الموبايل، لكن مع ذلك ما زالت إلى اليوم تخوف وتخليك على أعصابك. فكرة اللعبة هي كالتالي: أنت شخص قررت تسرق من قصر أو بيت مهجور مليانة أكياس من المال، لكن في البيت هذا فيه كيان غريب أو شبح يطاردك في كل زاوية. مهمتك إنك تجمع أكبر عدد ممكن من الأكياس وتهرب قبل ما يمسكك الشبح اللي يخوف فعلاً. مش الشبح نفسه، بل الأصوات، الأبواب اللي تطق فجأة، والرياح اللي تمر، وصوت الشبح وهو يهمس بالقرب منك، تخليك فعلا تحس إنك داخل البيت. من مميزات اللعبة، الجرافيك بسيط لكن الأجواء مرعبة جدا فيها. أكثر من خريطة مثل القصر والمدرسة والمستشفى المهجور، تقدر تجمع رموز عيون تشوف من خلالها مكان الشبح مؤقتا. اللعبة تشتغل بدون إنترنت تماما، وحجمها تقريبا 150 ميجا فقط، ومناسبة جدا للأجهزة الضعيفة أو القديمة. واللي أجمل من كذا، اللعبة فيها أطوار متعددة مثل الطور العادي وطور الشبح، وحتى طور أونلاين تتنافس مع ناس حقيقيين. مين يقدر يجمع أكبر عدد من الأكياس بدون ما يموت؟ نصيحتي، جربها في الليل بالغرفة مظلمة والسماعات شغالة على أعلى صوت، وقتها صدقني راح تشوف الرعب الحقيقي. إما اللعبة الثانية، جراني، اللعبة اللي كل الناس تعرفها. زراني أو الجدة المجنونة من أشهر ألعاب الرعب على الإطلاق، وهي اللي خلت الملايين يصرخوا وهم يلعبونها. القصة هي كالتالي: تصحى فجأة داخل بيت غريب ومغلق، وتكتشف إنك محبوس عند جدة مجنونة تراقبك طول الوقت وتسمع كل صوت يصدر منك. عندك 5 أيام فقط للهروب، وكل مرة تموت فيها تعتبر يوم من الأيام ال5. البيت كبير ومليان ألغاز، لازم تدور على مفاتيح وبطاريات وأدوات وتعرف وين تستخدمها، وكل حركة تسويها لازم تكون بحذر شديد لأنه الجدة بتسمع كل شيء. من مميزات اللعبة فيها ذكاء صناعي ممتاز، والجدة تلاحقك فعلا كأنها شخص حقيقي. الجرافيك بسيط لكن الجو مرعب ومتوتر جدا، واللعبة تشتغل بدون إنترنت بالكامل، وحجمها صغير جدا حوالي 90 ميجا، وتشتغل على أي هاتف حتى الأجهزة الضعيفة جدا. في نسخ متعددة من اللعبة: جراني 1 النسخة الأصلية، وجراني 2 فيها والجد يساعدها وتقدر تهرب من قارب. جراني 3 فيها بيت أكبر ومناطق جديدة مثل الحديقة والقبو. كل نسخة تضيف مستوى جديد من الرعب، وإذا كنت شجاع فعلا جرب اللعبة في وضع إكستريم مود اللي فيه الجدة تجري بسرعة الضوء. أنا عن نفسي لما لعبتها أول مرة كنت متحمس، لكن لما طلعت لي الجدة فجأة من الباب وصرخت سكرت اللعبة فورا. الخلاصة، جراني لعبة خفيفة ممتعة ومليانة توتر ومناسبة جدا لو حابب تختبر أعصابك. أما اللعبة الثالثة Endless Nightmare، اللعبة الثالثة مختلفة تماما عن اللي قبلها. هنا ما راح تكتفي بالخوف فقط، راح تعيش قصة كاملة مليانة غموض، أصوات مرعبة وتحقيقات غريبة. القصة باختصار: أنت شرطي استيقظت في منزل غريب وما تعرف شنو اللي صار أو ليش في المكان هذا، وأثناء ما تتجول تبدأ تسمع أصوات خطوات وبكاء أطفال وأبواب تفتح وتقفل بنفسها. ومع الوقت تبدأ تكتشف حقائق صادمة عن نفسك وعن البيت اللي أنت فيه. اللي يميز اللعبة، الجرافيك واقعي جدا، من أفضل ألعاب الرعب على الموبايل، وفيها قصة تفاعلية، يعني أفعالك تؤثر على النهاية. واللعبة تشتغل بدون إنترنت، حجمها يتراوح بين 100 إلى 200 ميجا حسب الجزء، وتشتغل على الأجهزة المتوسطة، واللعبة فيها أكثر من جزء: Endless Nightmare 1 2 3 وحتى 4. الجميل فيها إن كل جزء له قصة مختلفة، جزء في منزل مسكون، وجزء في مستشفى مهجور، وجزء في مركز شرطة، وآخر في منطقة مظلمة في المدينة. والأجمل إن المطورين يضيفوا تحديثات وأحداث جديدة كل فترة، يعني مثل أوضاع النجاة والمهمات الخاصة. اللعبة فعلا تخليك تحس إنك داخل فيلم رعب، كل حركة وكل صوت ممكن يخليك تتجمد مكانك، حتى لما ما في أحد يطاردك تحس إنه في شي وراك. نصيحتي، العبها بسماعات وحاول تفهم القصة، لأن فيها تلميحات كثيرة عن أشياء غامضة، وكل مرة تعيدها تكتشف تفاصيل جديدة. وهكذا يا أبطال،
كانت أفضل 3 ألعاب رعب على الهاتف، كل واحدة عندها جو خاص. كل الألعاب مجانية بدون إنترنت، وأغلبها تشتغل على أي هاتف. قولوا لي في التعليقات أي لعبة من الثلاثة جربتوها، وأي واحدة خلتكم فعلا تخافوا أكثر.